قمة بروكسل كانت مسرحا لمحاولات مكشوفة للاستغلال من طرف عناصر من البوليساريو للحضور لكسر جدار العزلة الدبلوماسية، إلا أن الحسم جاء مبكرا. قمة بروكسل كانت مسرحا لمحاولات مكشوفة للاستغلال من طرف عناصر من البوليساريو للحضور لكسر جدار العزلة الدبلوماسية، إلا أن الحسم جاء مبكرا. إذن كما جرت العادة، الجزائر تحاول أن تحقق انتصارا وهميا على الدبلوماسية المغربية. بالأمس كان هنالك اجتماع وزاري على مستوى وزراء الخارجية ببروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. كما جرت العادة، الجزائر في جميع هذه التظاهرات يجب أن تدخل جبهة البوليساريو إلى المؤتمر مندسة داخل حقيبتها بجواز سفر جزائري وبحقيبة جزائرية، وتدعي أنها قد حصلت على دعوة للبوليساريو. المغرب كما جرت العادة لم يعطي للأمر أي اهتمام أو أي أهمية، خصوصا بعد التوضيح الذي خرج به الاتحاد الأوروبي، والذي أعلن صراحة أنه لا هو الاتحاد الأوروبي كمؤسسات ولا أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي تعترف بوجود جمهورية الوهم عصابات البوليساريو، الأمر الذي جعل المغرب يقبل هذا العذر الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي لم يوجه الدعوة للبوليساريو، وأنه لا يعترف بها لا هو كمنظمة ولا مؤسسته ولا حتى الدول المنضوية خلاله. وبالتالي فشلت الجزائر فشلا ذريعا في تمرير وجود البوليساريو بهذا الملتقى. ونتوجه اللحظة إلى بروكسل، حيث انعقد اجتماع وزاري جمع بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لبحث آفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا وأوروبا. قمة بروكسل كانت مسرحا لمحاولات مكشوفة للاستغلال من طرف عناصر من البوليساريو للحضور لكسر جدار العزلة الدبلوماسية، إلا أن الحسم جاء مبكرا من أوروبا لا شرعية لكيانات الوهم والانفصال. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أكد بوضوح على أن لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بالجمهورية الصحراوية المزعومة، ولم يتم توجيه أي دعوة مباشرة أو غير مباشرة للكيان الوهمي. إذن يمكن أن نلخص ما فعله الاتحاد الأوروبي في 3 كلمات: دولة لها وزن، دولة لا وزن لها، ودولة تعاني من العزلة أمام المنتظم الدولي. نبداو، شكون هي الدولة اللي عندها وزن هنا؟ المغرب. باش يخرج الاتحاد الأوروبي بمؤسساته بناطقه الرسمي لكي يبرر للمغرب ويخاف من غضب المغرب، هذا يعني أن للمغرب وزن عند الاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي أو كقوة إقليمية يحسب الحساب لقوة المغرب وما باغيش يدخل في المشاكل مع المغرب. من جانب آخر، باش يخرج الاتحاد الأوروبي بحضور الجزائر وفي وجهها ويعلن أنه لا يعترف بالبوليساريو ولم يوجه لها دعوة، ويقيم وزن المغرب بحضور الجزائر، هذا يعني أن الجزائر لا وزن ولا قيمة لها، لا إقليميا لا عربيا لا إفريقيا لا إسلاميا لا دوليا. والدليل، إلا خدينا الحدود ديال الجزائر غنلقاو عندها مشاكل مع المغرب، مشاكل مع النيجر، مشاكل مع مالي، مع بوركينا فاسو، واخيرا مع ليبيا، بقات ليها غير تونس. في الشمال عندها مشاكل مع اسبانيا، مشاكل مع فرنسا، يعني جميع الجيران ديالها، بل حتى امها التاريخيه فرنسا عندهم مشاكل معها. النتيجه اننا امام قوتين اقليميتين، الاتحاد الاوروبي كقوه اقليميه، المغرب كقوه في شمال افريقيا، وامام دويله قزمه اللي هي الجزائر. فين ما كتجي الجزائر تحاول تدخل البوليساريو لشي مؤتمر، سواء افريقي اوروبي، افريقي ياباني، افريقي صيني، افريقي روسي، ديما كتلاقى ضربه وديما كتخرج منهزمه وبفضيحه امام الدول، وما قنعوش وما بغاوش يتعلموا من الاخطاء ديالهم وباقين تيكرروا نفس خطا. في اعتقادهم ان ايهام العالم بحضور البوليساريو هو انتصار. هو في الواقع بالنسبه للجزائر ما كيهمهمش دول العالم، لحقاش لو ان الجزائر كيهمها كيفاش كيشوفوها دول العالم، كانت على الاقل الرئيس ديالها ما غاديش يكذب ويقول ان الجزائر ما عندوش مديونيه بعد اسبوع من تقرير صندوق النقد الدولي اللي قال ان الجزائر عندها 118 مليار دولار كمديونيه. بمعنى ملي كيمشي الرئيس وكيكذب قدام رؤساء الدول كما وقع في سلوفينيا
والاحصائيات كاينه هنا كيبان ان النظام العسكري الجزائري ما كيهموش اشنو تيقولوا عليه الدول الخارج، عارف راسو كذاب وعارف الدول كلها عارفينه بانه نظام كذاب. نتوجه اللحظة إلى بروكسل حيث انعقد الاجتماع وزاري جمع بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لبحث آفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا وأوروبا. قمة بروكسل كانت مسرحا لمحاولات مكشوفة للاستغلال من طرف عناصر من البوليزاريو للحضور لكسر جدار العزلة الدبلوماسية، إلا أن الحسم جاء مبكرا من أوروبا، لا شرعية لكيانات الوهم والانفصال. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أكد بوضوح على أن لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بالجمهورية الصحراوية المزعومة، ولم يتم النظام العسكري الجزائري يحاول إيهام الشعب الجزائري داخليا بأنه انتصر على المغرب، على المروك الحقاش. ملي كدير واحد الدورة في وسائل التواصل الاجتماعي كتلقى جميع الجزائريين يرددون نفس الأسطوانة: المروك المطبع، غلبناكم، دينا لكم الأرض ديالكم، هذه انتصارات. يعني ولاو كيتبناو نفس أطروحة النظام العسكري الجزائري. لم يعد الشعب الجزائري يختلف عن النظام الجزائري، وبالتالي خاصهم يوهموه أننا حنا انتصرنا على ذاك العدو اللي جاب لنا الصهاينه لعند الحدود ديالنا، انتصرنا على المروك وحققنا انتصار عليه، وقريب غادي نديو ليه الصحراء، وقريب دوك الاموال اللي صرفناها على الصحراويه اللي تقدر ب اكثر من 500 مليار دولار قريب غادي نسترجعوها ملي غتولي عندنا واحد المنطقه شاسعه جديده واطلال على المحيط الاطلنطي. وهو وهم. النظام العسكري الجزائري يدرك يقينا انه وهم لن يتحقق، ولكن يوهم الشعب الجزائري بتحققه من أجل إطالة مدة سرقة ونهب خيرات الشعب الجزائري. والشعب الجزائري من غبائه بطبيعة الحال وقف الطوابير وكيشوف الأموال ديالو تصرف في مناطق أخرى وعلى أشخاص آخرين وعلى عصابات مسلحة، وهو يتفرج ويردد نفس أسطوانة سارقه. وهذا هو المستغرب. أنا ما كنستغربش تصرفات الكابرانات، هم تيقلبوا على المصلحة ديالهم، ولكن كنستغرب تصرفات ديال الشعب الجزائري اللي راضي بهذا الوضع، راضي ان الاموال ديالو ديال البترول والغاز تخسر على تسليح عصابه مسلحه ارهابيه، وهو يبقى واقف في الطوابير يبحث عن كيس من الحليب او من السميد او من الزيت. هنا كيبان انه الخلل بقدر ما هو كاين في النظام العسكري الجزائري كاين حتى في الفكر ديال الانسان الجزائري. خاص يتغير الفكر ديال الانسان الجزائري، خصو يبدا يفكر شويه انه تالي غنبقاو حنا ندفعوا الاموال اللوبيات في اوروبا، في امريكا الجنوبيه، في اسيا، من اجل دعم اطروحه لقضيه ولدت خاسره، قضيه الصحراء المغربيه التي افتعلها النظام العسكري الجزائري في عهد المقبور بوخروبه هواري بومدين مع معمر القذافي الذي قتله شعبه. هي قضيه ولدت خاسره لهم، والمغرب قد حسبها منذ 1975، بمعنى أن الأموال التي تصرف على عصابة البوليزاريو من جيوب الشعب الجزائري أحق بها. ما كيعنيش أنك دخلت البوليزاريو لمؤتمر بين وزراء الخارجية الأوروبيين والأفارقة أنك قد حققت انتصارا، خصوصا ملي كيخرج الاتحاد الأوروبي وينفي اعترافه لا هو ولا دوله بشيء أو بوجود شيء اسمه البوليزاريو. هنا كيبان أنك يعني الأوروبيين يتفننون في ابتزاز الجزائر. ما تسحبوش أن هذا الوفد ديال البوليزاريو دخل بالمجان لقاعة الاجتماعات، لا، كيدخل عبر لوبيات وتمويلات بملايين الدولارات من جيوب الشعب الجزائري وأموال الشعب الجزائري كتمشي. ولاو بعض المسترزقين في الاتحاد الأوروبي ولاو كيستغلوا هذا الأمر، ولاو كيحاولوا يوهموا الجزائريين بتحقيق انتصارات وهمية عبر أخذ ملايين الدولارات من جيوب الشعب الجزائري. إخوان، كان هذا كل ما لدينا، نشوفوا الفيديو القادم وإلى اللقاء.